اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها، وشفيعنا يوم الحساب. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسلامه وراحه بال وجبر خاطر، ربنا يكبر بخاطركم اللهم امين. يلا صباح يوم جديد وروتين جديد ونشاط وحيويه جديد. زي ما انتم شايفين انا كنت مجهزه الغدا بتاعي ونقع الفراخ ومظبطه الرز بتاعي برضو نقعاه وسلقه المكرونه وكل حاجه جاهزه. بس حقيقه في اليوم ده انا ما كنتش مجهز، يعني ما كنتش عارفه انا هعمل ايه. ليه بقى؟ نبي مش عارفه ده متلخبطه ليه، مش عارفه اجهز لكم الكلام او ارتب لكم الكلام. المهم انا يومها اصلا جالي تليفون قالت لي مامتك تعبانه جدا، فكنت متلهوجه، والمفروض اصلا ان انا كنت باديه تصوير من بدري ما كانش في حاجه. بس خلاص بقى قعدت بقى عما جهزت الغدا وكده، فكنت بقى خلاص في الوقت ده خلاص عايزه اخلص الاكل بسرعه ومتلهوجه علشان اروح اشوف مامتي فيها ايه. الحقيقه لقيتها تعبانه، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. ادعوا لها في التعليقات ربنا يشفيها ويخليها لنا وتعدي على خير اللهم امين. فالمهم كده بقى انا قلت ايه، اما اعمل الغدا بلهوجه. اليوم اللي انتوا هتشوفوه في اول الفيديو غير اليوم اللي انتوا هتشوفوه في اخر الفيديو. ليه ام كريم ما انتش مرتبه نفسك والدنيا مش متظبطه معاكي علشان تعب مامتي، فبروح اجري عليها كل يوم، فالدنيا مش متظبطه خالص خالص خالص. ومالك وربنا معايا اقول ادعوا لي يا بنات. والتعب اللي انا فيه وتقيله جدا ومش قادره اصلا اجري بكل ده، فربنا معايا يا رب. فادعوا لي كده في التعليقات. المهم ايه، بلاش شوفوا، انا ما بحب ابقى عندي كده حاله نفسيه مش كويسه او انا نفسيتي مش كويسه، مش بحب اطلع كده ايه، اتكلم ولا اقول ولا الكلام ده كله، لا بحب كده اختفي احسن. انا اصلا لما بكون نفسيتي مش كويسه بحب ان انا اصلا ما اكلمش حد، ما لا اتكلم مع حد ولا عايزه حد يتكلم معايا. اما ابقى فوق ابقى خلاص اتكلم. انا اتكلمت تلاقيني تمام لكن انا طول ما انا ساكته كده وتلاقوني لا، يبقى انا نفسيتي مش كويسه ومش عارفه اصلا ايه هقول ايه، ولا حتى هطلع اسجل لكم اقول لكم ايه. فقلت بدل ما اغيب عليكم وبدل ما القناه اصلا زي ما انتم شايفين هي مش احسن حاجه الايام اللي فاتت دي كلها، من ان انا ممكن افوت يوم ما انزلش فيه او كده، فهي ما عادش احسن حاجه. فقلت لا يا بنتي يلا سجلي شوفي انت عندك ايه فيديوهات، مع اني ما سجلتش في اليوم ده الا هم شويه بتوع الغدا بس. ورجعت بقى ده يوم كان يوم السمك بقى، يعني ده كان يوم الاثنين، واللي انتوا هتشوفوه ده بقى كان يوم التلات كنت جايبه فيه سمك، يعني العشاء بتاع التلات بقى. فاعذروني بقى ما يوم من هنا ويوم من هنا. المهم ان احنا ما نغيبش مع بعض وما ايه وما نوقفش القناه شويه كتير، تمام. المهم انا عملت الرز وظبطته وعملت الفراخ وحمرتها وعملت المكرونه، واللي موجودين في البيت انا وولادي بس، انا وابني كريم بس ومالك. فهحط كده منابات على قدنا وهتغدى قبل ما امشي، وهسيب الباقي الغدا كده متغطى عليه، اللي يجي يسخن ياكل هو حر بقى. لكن انا ما كنتش ينفع اقعد اكتر من كده استنى ان كلهم يجوا من اللي يجي من الشغل واللي يجي من الدرس واللي يجي مش عارفه ايه عشان يتغدوا. فخلاص قلت بقى الكريم خليك يا كريم وانت قول لهم بقى كل واحد على مناباته، وانا ايه على السريع على السريع كده بقى البس واروح عند ستك علشان اشوف ايه في ايه ولا ايه اللي بيحصل ولا كده، لان اليوم ده انا اتخضيت خضه جامده بجد. الحمد لله. المهم كده حضرت الغدا واتغدينا قبل ما نمشي عشان اكل مالك برضو قبل ما امشي عشان ما سابوش طول النهار وكده يعني. المهم برضو انا سبت مالك بقى واتغدينا ورحت سبته ومشيت. ده تاني اللي انتوا هتشوفوه بقى شويه، ده الفطير اللي انا هعمله ده كان تاني يوم بقى، تاني التلات بقى. ليه بقى؟ شوفوا بقى يا ولاد، انا يوم التلات ما عنديش ولا لقمه عيش من صباحيه ربنا. فقلت يا ولاد تعالوا بقى اما اخبز لكم شويه عيش كده او نص كيلو من الدقيق، هات لي يا كريم دقيق نعمل شويه عيش. قلت بعد ما جبت الدقيق قررت ان انا مش هعمل عيش هعمل فطير. قلت ما دام انا عندي الزبده واحنا جبنا الدقيق، حقيقه جايبه الدقيق ب 29 جنيه. يعني الحمد لله الحمد لله ان انا جبت الدقيق اصلا بتاعي نواعي من العيد. عايزه اقول لكم ان انا جبت دقيق نواعي من العيد، عارفه ان انا باخد كام كيلو وجبته والحمد لله ان انا جبته. لاني جيت اشتري، انا شايره الدقيق بتاع نواعي من العيد ب 23 جنيه وكنت زعلانه وبقول ده غالي جيت اشتري بقى كيلو الدقيق ده لقيته ب 29 جنيه فاتخضيت. المهم اهم حاجه بقى في الفطير ان احنا هندخل الدقيق نطلع منه الرطوبه، وبعد كده هنشتغل في الكيلو الدقيق ده.
عشان ما انتوا شايفين ميه تكون فتره او تكون دافيه حاجه بسيطه. هنحط عليها 4 معالق كبار من السكر، انا بحبه مسكر شويه يا ولاد، وبحط عليها نص معلقه من الملح، وهنقلب الميه كده بعيدا عن الدقيق. لو احنا في الحر عادي تدلقي على الدقيق ما بيجراش اي حاجه، لانه بيدوب السكر بسرعه طبعا في الحر غير السقعه. وبعد كده زي ما انتم شايفين كده الميه والملح كده عملنا المحلول ده، وهنبدا نعجن الفطير بتاعنا. على فكره انا مش مقرره خالص ان نعمل فطير، بس انا عندي زبده اصلا في التلاجة، قلت لا طب ما انا ما عندي زبده، وجبت الدقيق خلاص ب 29 خدت الصدمه بجد. فخلاص بقى تعالوا بقى نشوف بقى نعجنه وخلاص. اهم حاجه بقى وانت بتعجني الفطير تعجنيه عجنه كويس قوي، يعني تخدمي الفطير في العجين. اقل حاجه 10 دقايق انه يتعجن 10 دقايق، وانه يكون مخدوم كويس قوي، والعجينه بتاعته بتكون فيها تلزيقه بس تلزيقه خفيفه ومخلصه نفسها. انا هبدا كده، هو تقريبا ياخد معاكي حوالي 3 كوبايات ونص من الميه، ممكن دي ياخد معاكي اكتر، دي ياخد معاكي اقل. كنت بوريكي نوع الدقيق في الاول واقول لك الدقيق ده نوع حلو الفطير، لان في ناس كتير ما بعمل فطير تقولي طب قولوا لنا على نوع دقيق يكون حلو. الدقيق ده انا جربته في حاجات كتيره وحلوه قوي، واستخراج 72%. دايما تجيبي اي نوع دقيق يكون استخراج 72 73، كل الحاجات دي بتكون حلوه للدقيق. اقل كده في استخراج لا ما تجيبيش. فاستخراج 72 و73 بيكون حلو جدا. بس بعيدي في الفطير عن دقيق الشكار، لان دقيق الشكار بيكون وحش جدا ومخلوط يا جماعه، مهما يكون مكتوب عليه استخراج ان هو 73 بس بيكون مخلوط عادة من غلا اللي احنا فيه. يعني كان احلى حاجة في الفطير كنت عادي بشتغل بدقيق شكار، بس مؤخرا لا، بتحسيها ان هي زي اللبانة، كل ما تمطيها تلاقيها بترجع معاكي تاني. وانت لو جيتي تعملي الفطير وعملت معاكي كده ان كل ما تمطيها ترجع معاكي تاني، اعرف ان الفطير ده يطلع معاكي تخين ومش هيطلع احسن حاجة في الدنيا. تمام. وتقريبا بيكون السبب هو نوع الدقيق، فغيريه على طول. المهم كده انا اصلا ما فيش دراع ان انا اصلا اعجنه اكتر من كده. يعني المفروض بقى ايه، اقعدي خليه كده بقى الجلوتين يشتغل فيه، واعجنيه شويه كمان بعد العجان، لانه المفروض انه يتعجن كويس قوي. هتقول وغطيت عليه وسبته على جنب، هسيبه بقى ساعه، وده اقل حاجه ممكن تسيبيه. هتقولي يا ام كريم انت هنا لابسه حاجه وهنا لابسه حاجه. هقول لك ابني راح يجيب العسل، جاب لي نص كيلو عسل وشوحه علينا، والحمد لله والشكر لله. احنا جبنا العسل عشان ندلقه على نفسنا، ندلق احنا بس كده، بس بنشوف العسل يا ابني هات ما نشوفه. دلقناه وقمنا بقى ايه ظبطنا كده. انا مش زعلانه على الهدوم، انا زعلانه على السجاد. زعلانه على السجاده اللي شربت العسل الاسود. المهم زي ما انتم شايفين ولاد عملنا الفطير كام مره قبل كده، وقلت لك على كل تكاته وكل حركاته والحاجات دي كلها، فانا مش هرغي كتير النهارده في الفطير حقيقه. يعني المهم ان انا عملت 250 جرام من الزبده، وممكن تحطيها في الميكرويف لغايه ما تبقى كريميه، او ممكن تدعكيها بايدك. طب حد يقول لي يا ام كريم اسيحها على النار؟ لو سيحتها على النار هتفقد الميه بتاعتها، ومش هتعرفي انك تتحكمي في الرول. فبلاش تسيحوا حاجه على النار يا جماعه وتحطيها في الرول ده. هي طريقه الرول كده حقيقه. انا كنت عاينه الزبده دي، عاينه الزبده، ركزوا بس معايا عشان اعمل لكم فطير مش من ده، فطير من التاني اللي هو الفلاحي. بس انا اصلا ما فياش دماغ ليه الايام دي، فقلت خلاص بقى، انا اصلا كنت محتاجه وقلت خلاص تيجي الاولاد نعمل فطير وخلاص. فالمهم هو اتعمل كده لكلكه في لكلكه حقيقه، ما عملش اي حاجه. المهم كده بعد ما لفته رول بدات ان اقطعه، وعملته مش عارف عملته 6، عملته 6 فطيرات تقريبا. بس الفطيره حجمها صغير مش حجمها كبير. بقيت احطهم كده في الصواني، واحط عليهم زيت واغلفهم، واحط صينيه فوق صينيه، واحط عليهم اكياس تلاجة، واسيبتهم يرتاحوا 10 دقايق، وارجع اجيب اول واحده انا عملتها وافردها وادخلها الفرن تشتغل عادي في الفرن. هتقولي مش ظابطه الكادر، مش ظابطه اي حاجه يا ولد، والله ما انا ظابطه اي حاجه، ولا كنت عايزه اصور اصلا. المهم كده هتدخليها فرن البوتاجاز او الفرن بانبوبه، مفيش مشكله. يكون لو انت شغاله في الفرن بانبوبه درجه الحراره تحت تكون عاليه، وعلى الجناب تكون درجه متوسطه او مايله للهاديه. اما لو انت شغاله في فرن البوتاجاز الاتنين يكونوا عاليين، لان الشوايه بتاعتك بتكون مرتفعه، وهتلاقيه واخد اللون القمر العسل ده. ما يطلع بقى بدهنه سمنه، منها تلمع وشه وتديله شكل، عشان انا بصور، انا واحده بصور. ومنها كمان ملهاش علاقه بتطريه، لان هو بيطلع طري اصلا. يعني انا في ناس بتقعد تقول لي حطي على وشه سمنه عشان تطريه، ولا هو لا، ملهاش علاقه بالتطريه خالص. هو اصلا بيطلع طري وبيطلع جميل. اهو زي ما انتم شايفين عملتهم فطير فيه صغير وفيه كبير. انا عاملاه لينا بقى، ومش مهتميه ان يكون صغير وكبير، بس ما شاء الله طلع حلو جدا. واتعشينا بيه، وده العسل الاسود اللي كنا عايزين نجيب عسل اسود عشان نحطه جنبه، ويا ريتنا ما عملناها. المهم بقى كان عندنا كمان مش، جبنا المش وكلنا مش وعسل اسود، وكانت عشوة حلوة جدا عند بقى الجوزي. وبعد كده زي ما انتم شايفين هي حجم الفطيرة ما كانتش كبيرة،
بس حلو، حاجة من البيت، والزبدة من البيت. 29 جنيه بس هو اللي جبنا بهم الدقيق، وقاعدين زعلانين عليهم. فما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، كان زي القمر. وكلناه، تقدروا تطخنيه وتلحميه اكتر من كده، عشان الناس اللي بتقعد تقول الفطار ده بيبقى رقيق جدا. لا يا بنتي، طخني يا حبيبه قلبي، طخني يا قلبي، طخني. هناكل بقى شويه عسل اسود، بس عسل اسود دي جميل قوي. هو سعره 40 جنيه، وهو البوادي ده اصلا احسن نوع عسل اسود. بس الحمد لله احنا شوحنا على نفسنا، ما كلنا واحنا شوحناه. فالمهم هو العسل الاسود مفيد للبشر. اشوفكم بقى في فيديو جديد، وما تنسوش لايك للفيديو ودعميني الفتره دي، والسلام عليكم.